عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ امارات رجعت لكم فيديو جديد. بقالي فتره قوي ما قعدتش اتكلمت كده معاكم في فيديو زي كده، بقالنا كتير قوي بنعمل فلوجات. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. طبعا بناء على طلبكم او احدكم يعني. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، عايزين نوصل ل 1000 مشترك بقى، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده كده على طول. نجيب مشروبنا بقى ونيجي نقعد عشان ايه فيديو النهارده شويه كلام مع بعض كده. بص، اول حاجه فيديو النهارده اكيد عرفتوا العنوان، واكيد اللي دخل عشان العنوان، صح؟ يلا بينا. فيديو النهارده يبقى نصايح الاولى ثانوي. بصوا، هقول لكم بناء عن تجربتي عامه، وطبعا بتختلف، كل حاجه بتختلف من شخص لاخر، بس انا هقول لكم وانتوا خدوا اللي هينفعكم، تمام؟ بس في حاجات بتبقى اساسيه بتنفع الكل، فدي ممكن اللي اقولها بس. يلا بينا نبدا الفيديو، تمام؟ بص، طبعا انا قعدت فضيت كل اللي كان في دماغي وكتبته، وبعد كده قسمت كل حاجه لكذا بوينت كده. هقولهم دول اللي هقولهم لكم يعني النهارده. فيلا بينا. طبعا انا بحب حوار التمرين ده جدا وبيوفر عليه حاجات كتير قوي. اول حاجه، تمام، اول حاجه هتكلم عليها خالص، الاول والاهم، الصحاب يا جماعه. ونشد مليون خط تحت الكلمه دي. بص، اول حاجه كده اقولها لكم، يعني دي اقل حاجه، حرفيا اقل حاجه احنا بنعملها مع صحابنا. لما نيجي نشوف ونجرب مدرسين، انا ما فهمتش من المستر ده بس صاحبتي فهمت منه، فاعمل ايه بقى؟ نعمل حاجه متخلفه جدا، اننا نحاول نقنع نفسنا ان المستر ده حلو عشان نبقى مع صحابنا. في الاخر اصلا مش بنفهم. بصوا، هقول لكم حاجه، العيب مش في المستر، ولا العيب فينا، بس انا وصاحبتي دماغنا مش زي بعض خالص. هتقولوا ليه انا وصاحبتي نفس الدماغ ونفس التفكير؟ هقول لكم مش في دي ومش في الكلام ده. انتي وصاحبتك ما عندكوش نفس الدماغ من الاخر. بدليل، ودماغكم مش زي بعض. بدليل ايه؟ ان انا اصلا ممكن افهم درس صاحبتي ما تفهموش، والعكس برضو، تمام؟ دي كده اول حاجه خالص. تاني حاجه بقى، اختاروا صحابكم. نصيحه من واحده اختياراتها كلها غلط الحمد لله. ماشي؟ عارفين اغنيه اختياراتي مدمره حياتي؟ هي دي انا حرفيا. بجد. بصوا، في نوع بقى كده هتلاقي الناس اللي حواليكوا يعني المفروض ان هم اصحابكم، في تسميع او في امتحان هيقولكوا يا نهار ابيض، ده احنا ما حفظناش، ده احنا ما ذاكرناش، ده انا مش عارفه ايه. في التسميع هيدخلوا يسمعوا، وفي الحل هيدخلوا يمتحنوا عادي. ده لو في الامتحان هيخرجوا يقولوا ده احنا ما حلناش، ده انا هجيب درجات معرفش ايه، ده انا هسقط، ده انا هعمل، والله بيفضلوا يقولوا كده. وفي الاخر هتلاقي الحمد لله يعني درجات تانية خالص. الناس دي اول ما تلاقي حد بيعمل كده، انا ما ذاكرتش، انا ما حفظتش، تمام، ودخل ذاكر او حفظ عامه يعني، بصوا ابعدوا عنهم. انا مش بقول، انا مش مزعلش انكم ذاكرتوا او انكم حفظتوا، بس ما يبقاش حد مذاكر ماشي ويجي يقول ده انا ما حفظتش، ده انا ما ذاكرتش. انا واحده من الناس، انا واحده من الناس ما بحبش اصلا النوع ده من الناس حرفيا، لاني كان حواليا كتير جدا والله وما زالوا. بس انا ما بحبش الناس دي خالص. حتى علاقتي بالناس دي مش بتبقى قويه، عادي ممكن نفضل صحاب، او بمعنى اصح زمايل، مش صحاب، تمام؟ لان طبعا الناس دي بتاثر علينا نفسيا والله، وكانوا بيأثروا على نفسيتي انا شخصيا، وبنتأثر بيهم وما بنذاكرش. تاني حاجة، علاقتكم بصحابكم حتى لو صحابكم قريبين وهم كويسين، مش لازم تبقى قوية قوي، وما نتعلقش بيهم قوي، علشان برضو ما ندخلش في مشاكل الصحاب. مفيش صحاب ما بيبقاش في بينهم مشاكل، فعشان ما ندخلش بين الحوارات دي واحنا عندنا مذاكرة، ونشغل دماغنا بالحاجات دي ونسيب مذاكرتنا. فدي حاجة ريحتني جدا. انا مصاحبة ناس كتير جدا عامة، وناس كتير قريبين مني، بس مش بخلي الناس قريبة مني لدرجة ان يبقى في بينا مشكلة تأثر عليا نفسيا. والكلام ده لأي حد، سواء كنت بنت، كنت سوري، كنت بنت او كنت ولد، الكلام ده لأي حد، لاني في الاول وفي الاخر كلنا بشر، تمام؟ تاني حاجة هقولها لكم، وهي مصادر التعلم، او بمعنى اصح الدروس. بصوا يا جماعة، هتقولوا لي اونلاين ولا اوفلاين؟ هقول لكم الاتنين، مش واحد. ليه بقى؟ عشان في ناس بتبقى كويسة اوفلاين، وفي ناس بتبقى كويسة اونلاين، تمام؟ في ناس بتفهم كده اكتر، وفي ناس بتفهم كده اكتر. انا جربت الاتنين، تمام؟ انزلوا جربوا بنفسكم، ما تاخدوش نصيحة حد. حتى لو حد بيحبكم جدا وعايز لكم الخير، حتى لو اختكم،
بس برضو هقولك، ارجع اقولكوا دماغك مش زي دماغ اختك او دماغك مش زي دماغ صاحبتك. فانتي جربي، ماشي، وكل واحد يجرب، كل واحد يجرب بنفسه، لاني مش انا هروح اجرب مدرس واجي اقولك ده المستر ده شاطر موت وما اعرفش ايه كده، وتيجي واحده صاحبتي بقى تجربه تلاقيه مش حلو. فهو العيب مش في المستر، او المستر مش وحش، انتي ما فهمتيش منه، او نظامه ما جاش معاكي، فاهمه؟ فكل واحد فينا يجرب بنفسه. ومدرسين اونلاين بقوا كتير جدا جدا جدا، وبقوا كلهم ما شاء الله الله اكبر يعني، ناس كويسه جدا. يعني انا في العربي، انا كنت بصراحه واقعه في العربي خالص، واقعه في العربي حرفيا واقعه وحشه جدا، وكان بالنسبه لي النحو ده كابوس. عارفين يعني ايه كده كلمه كابوس؟ حرفيا النحو ده كان بالنسبه لي كابوس. اول حاجه، آم، كنت بروح درس وما كنتش بفهم حاجه اصلا، وما كنتش بركز وما كنتش بذاكر فيه، تمام. بس بعد كده رحت عند ميس، تمام، بصراحه طلعت كويسه، وكانت شرحت طريقه شرحها كويسه. فاختاروا المدرس كويس اللي تفهموا منه. وعايزه اقول لكم برضو الدرس اللي كنت بروحه مش بفهمه ده كنت فيه مع صحابي. فالمهم احنا نجرب بنفسنا، تمام. وجربوا مدرسين اونلاين واوفلاين عادي. انا مستر محمد صلاح بصراحه برضو طورني جدا في العربي، وبقت اسهل ماده بالنسبه لي العربي، تمام. أم، في مدرسين كتير بقى قوي بقوا اونلاين، في منصات مختلفة بقى، كل مدرس يعمل منصة. يعني مدرسين المنصات عندهم بينزلوا شرح على اليوتيوب، يعني زي مستر محمد صلاح بينزل مراجعات نهائية على اليوتيوب. يعني لو انتوا لسه ما اشتركتوش او مش عارفين هو كويس ولا لا، ف عادي ممكن تشوفوه. في مش مستر محمد صلاح بس، في ناس بيعجبها مستر رضا الفاروق اكتر، في ناس بيعجبها مستر محمد صلاح اكتر، في ناس كتير بقى، تمام. في مستر خالد صقر كيمياء، في الناس دي كلها لها شرح على اليوتيوب. الفيزياء في كتير كويسين في الفيزياء، حتى من كتر ما هم كويسين انتوا ما تبقوش عارفين تاخدوا مع مين ولا مين. يعني مستر محمد عبد المعبود كويس، مستر حسام خليل كويس جدا برضو ليه شرح على اليوتيوب، مستر محمود مجدي برضو كويس جدا. يعني الناس دي كويسه. بس انتوا كان لسه في اولى يعني فيزياء وكيمياء، فمش هينفعوكوا. بس مستر خالد صقر كان منزل كورس قبل ما نبدا في الدراسه، تاسيس، ده كان كويس جدا، تمام. فالكورسات بتاعتهم دي يا ريت تتفرجوا عليها، علشان بجد الكورسات دي بتنفع جدا. وفي الانجليزي بقى فيه كتير جدا، شفت كتير في الانجليزي كويسين. في مس مي مجدي تحفه، ومستر عبد الحميد حامد، وفي مس اسمها ايه، ياسمين ايهاب، وفي مستر عمرو رجب. مستر عمرو رجب ده اللي كنت متابعه معاه في الاعدادي كله، كان حرفيا المراجعات النهائيه بتاعته كانت كويسه موت، كانت حرفيا منقذه. وميس مي مجدي قبل برضو ما نبدا السنه كانت عامله كورسات في الاجازه، كانت كويسه جدا، تحفه برضو. دوروا وشوفوا المصادر دي، لو عايزين اعمل لكم فيديو عن المدرسين عامه يعني، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هبقى اقول لكم يعني. طبعا تالت نقطه معانا وهي تنظيم الوقت والجدول. بصوا يا جماعه، اعملوا جدول ليكم. انا للاسف بدات السنه دي من غير جدول، وماشيه سايباها على الله كده، بس عايزه اعمل جدول برضو. باذن الله نبقى نعمله مع بعض. كنا هنفتح لايف، تمام، انا والبنات، وكنا هنعمل لايف، فبنزل بوست قبل ما بعمل لايف، فتابعوني لو لقيتوا بوست مني او حاجه او كده، هنزل قبلها بفتره وتدخلوا معانا اللايف ونعمل تنظيم الجدول باذن الله يعني. وكل واحد فينا يعمل على حسب المواد بتاعته بقى، لاني اكيد انا هبقى وقت دروسي غير يعني مواعيدي غير مواعيدكم، فاهمين؟ فاكيد مش هقدر افيد حد قوي في حوار الجدول ده، غير مثلا انا ممكن اديكي فكره، وانتي بقى هتبني بقى وهتحطي موادك على اساس الفكره دي. بس اليوم اللي بنظمه او بكتب التودو ليست بتاعتي قبل ما اليوم يبدا، ده اكتر يوم بيمشي مظبوط، لان انت بتكوني عارفه انت هتعملي ايه وراكي ايه النهارده، فبالتالي بتعمليه بيبقى كل حاجه متحدده خلاص. فاللي هو انا مثلا عندي النهارده كيمياء وعربي وانجليزي وكده، فانا هجيب الكتب بقى وهقعد اذاكر انجليزي وهذاكر كيمياء وهذاكر عربي، فالحاجه دي موجوده قدامي، تمام. ايا كان بقى. وعايزه اقول لكم صحيح انه مستر خالد صحيح بيشرح علوم متكامله، ونزل كمان فيديو مراجعه بتاعه شهر اكتوبر، فدي برضو حاجه كويسه جدا. ابداوا يا جماعه في التاسيس من اولى ثانوي، علشان بعد كده بترتاح في حاجات كتير. يعني مستر محمد صلاح كان نزل الكورس بتاع العربي، مستر خالد صقر كان منزل الكورس بتاع الكيمياء. في اكيد السنه الجايه المدرسين هينزلوا لكم بقى على اساس المناهج بتاعتكم، لان السنه دي اكتريه الناس اللي دخلت بكالوريا، مش ما دخلتش ثانويه عامه. في مدرسين كتير بينزلوا كورسات، فقبل ما السنه تبدا، تمام، في الاجازه مثلا كده، ما تاخدوش الموضوع على اساس انه مذاكره، خدوه على اساس ان هو ككورس زي اي كورس تاني خالص، فاهمين؟ حتى مواد جديده وكده، فنجرب بقى. الحاجه اللي بعد كده، افهم وما تحفظش. النظام الجديد قايم على الفهم مش الحفظ. هو اكيد كل حاجه عايزه فهم وحفظ، بس عايزه الفهم اكتر.
يعني الدرس يتفهم اكتر مما يتحفظ. يعني انا عادي، انا واحده بحفظ الدرس، بس تعالوا بقى كده وقت الحل ببقى واحد ايه لسه مخدش قوي حتى على النظام، فاهمين؟ احنا في سنه تانية برضه لسه مخدش قوي على النظام، والله في تالتة برضه هتلاقي نفسكم برضه مش واخدين لسه، بس عادي يعني. المهم يعني نحفظ ونحاول ان احنا نفهم. التاريخ انا عايز اقول لكم، حتى التاريخ اكتشفته في اولى ثانوي. انا كنت قبل ما ادخل اولى ثانوي كنت بقول انا هدخل ادبي. انا كنت عايزه ادخل ادبي خلاص. اول ما شفت التاريخ في اولى في اولى ثانوي انا سوري الكاميرا فصلت، فاللي هو ازاي انا واحده بقى ما بحبش الحفظ وهدخل ادبي. التاريخ كنت بحفظه تمام، انا حفظت الدرس. بس كان بيبقى بصراحه تقيل على قلبي، والحمد لله جالنا السنه دي، بس مش مشكله يعني. جيت امتحنت اول امتحان بقيت حرفيا مصدومه من شكل الاسئله. انا مصدومه حتى من وانا بحل الحل بتاع الدرس الاول، مصدومه برضو من شكل الاسئله. اللي هو ايه ده؟ غير نظام اعدادي خالص خالص خالص. مش بقى جالنا مثلا اكمل ولا اختار معرفش ايه، اختار دي ما بتجيش واضحه خالص. لاني اصلا احنا كلنا عندنا هو البتاع عباره عن بابل شيت، فمفيش سؤال واضح حرفيا، او سؤال بيجي دايركت كده بيسالك على حاجه بالنص في الكتاب، ما بيسالش بالنص خالص، بيربط بين حاجات. فاحنا نحفظ ومع الحفظ نحاول نفهم. بعد كده بقى ماشي نحل من مصادر مختلفة. يعني مثلا انا مثلا عايزه احل عربي. انا شايفه نفسي ان انا مثلا واقعه ايه في ماده مثلا العربي. انا شايفه ان انا مثلا واقعه في ماده العربي، فانا العربي مش هحل من كتاب واحد، ممكن مثلا اجيب حل من هنا واحل من كذا، وحل من كتاب مثلا الامتحان، حل من كتاب الاضواء. بس نشوف الكتب اللي هم بيبقوا سامحين فيها، او مسامحين ان احنا ناخدها PDF عادي، لان في كتب او في ناس وفي مدرسين بيكتبوا كده في حتى في الكتب بتاعهم، او بيقولوا عامه الكتب بتاعتهم يعني ان هم مش مسامحين في اي حد ياخد الكتب بتاعتهم. فلو حد مش مسامح في الكتب بتاعته انها تبقى منتشره PDF وفري كده للناس كلها، فبلاش الكتب دي. شوف الكتب اللي هي الناس اللي بتبقى مسامحه عادي، زي مثلا كتب الامتحان كده. حتى احنا اغلبيتنا معانا كتب الامتحان، مش لازم الامتحان بقى يعني. شوفوا الكتب اللي بتبقى مسامحه، يعني في ان الكتب بتاعتهم تبقى موجوده على الناس مع الناس وكده، وحلوا منها تمام. لو انتوا شايفين مثلا مش لازم في كل المواد، لو انكم كويسين في ماده مش محتاجين فيها تعملوا كده فتمام ماشي. لو ماده تانية مثلا مش شايفين انها قد كده، ممكن تعملوا فيها كده. حلو كده. بعد كده بقى يا جماعة، طبعا النظام الجديد بتاع البكالوريا ده فيه مجالات تمام. بيتهيألي هو فيه 4 مسارات: المسار الطبي، ومسار بتاع اللي هو بيبقى فيه الهندسة ده، أو اللي هو الحاجات دي يعني. في مسار بيبقى اللي هو المفروض قريب من أدبي شوية. مش عارفة بصراحة يعني النظام الجديد ايه. أنا آخر دفعة ثانوية عامة. المهم هنجرب يعني مثلا في المجال الطبي مثلا ممكن نشوف احنا عاملين ايه في المواد العلمية، نجربها، نشوف احنا عاملين ايه فيها. يعني زي مثلا الكيمياء والفيزياء والاحياء. طبعا الله اعلم هتبقى في تانية او في تالتة، مش عارفة بصراحة لسه برضو، لان احنا في تانية هو علمي وما خدناش احياء الحمد لله يعني. فنجرب نشوف مثلا نتابع اللي هم البلوجرز اللي هم بيبقوا اللي هم عامة يعني كليتهم في خاصة بالمجال الطبي. فنشوف بقى الناس دي حياتهم عاملة ازاي، ايه النظام بتاع المذاكرة. لو احنا دماغنا جاية مع النظام ده فتمام ماشي. الناس اللي بتحب مثلا الهندسة معرفش ايه كده، نجرب مثلا ناخد كورس صغير كده. وطبعا في اسمها ايه، في مصادر كتيرة قوي موجودة على السوشيال ميديا. ممكن نشوف مثلا ناخد كورس ذكاء اصطناعي، كورس برمجة، كورس معرفش ايه. في كورسات بتبقى حاجات بسيطة كده، لو انتوا شايفين انكم حبيتوها او دماغكم مشيت معاها فتمام اختاروها. بالنسبة للحاجات التانية بقى ممكن عادي مثلا زي تجارة، مثلا ممكن ناخد كورس إدارة أعمال. الحاجات البسيطة الصغنونة دي جربوها بس عشان تعرفوا تختاروا مسار معين. تمام. وبس كده. ده كان فيديو النهارده. طبعا لو عايزين تسالوني في حاجه اسالوني في الكومنتس عادي. ممكن تكون مثلا حاجه واقعه مني ولا كده. و اي فكره فيديو دماغكم عايزينها او اي حاجه عايزينها يعني قولوا لي عليها في الكومنتس وانا هبقى اعملها ان شاء الله. وبس ده كان فيديو النهارده. ويا ريت تكون يا رب تكونوا استفدتوا عامه يعني من الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، عشان بفكركم تاني اهو عايزين نوصل ل1000 مشترك بقى. بس ده كان فيديو النهارده. باي باي.